سنة 1997 ظهر بعض الشباب في الدول العربية، ده كمان في مصر، عملوا انقلاب على قضيتهم دي كانت أهم قضية على الساحة. طب هي إيه؟ عبدة الشيطان. إمتى ظهرت عبادة الشيطان في العالم؟ وإزاي طقوسهم؟ وإزاي دخلت مصر؟ كل ده هنتعرف فيه في التفاصيل في الفيديو. يلا بينا. بدأت ظهورها بين البشر كان قديم قوي. بعض المؤرخين قالوا إنها ظهرت قبل الميلاد، بس في القرن الأول الميلادي ظهرت على يد مجموعة من الأشخاص اسمهم الغنصونيين. كانوا بيشركوا بالله وبيعبدوا الشيطان معاه، طبعا حاشا لله. بعدها بقرنين ظهرت على يد مجموعة أخرى اسمهم البوصليين. بدأت عبادة الشيطان في زمانهم بتاخد قوة أكبر وعدد أكتر، لأنهم كانوا بيعبدوا الشيطان لوحده وبيعتقدوا إنه الإله الواحد للكون كله. بس كانت عبارة عن أفكار، معتقدات، تقديم بعض القربين للشيطان وأداة الطقوس. العبادة ما أخدتش شكل رسمي يعني، ولا أخدت اسم عبادة الشيطان، وفضلت موجودة في مناطق متفرقة في أوروبا على مر القرون لحد فترة العصور الوسطى. ظهرت بشكل واضح في الحروب الصليبية، كانت على يد جماعة الفرسان الهيكل اللي مشهورين بارتداء خوذة وملابس غريبة. لحد ما جه صلاح الدين الأيوبي هزم الفرسان الهيكل وقتل معظمهم في حروبه ضد الصليبيين. ويعتبر أكبر وثيقة ظهرت لعبادة الشيطان دي كانت سنة 1222 ميلادية، دي كانت في مدينة أورنس بفرنسا. بدأت محاكمة بعض الناس اللي بيعبدوا الشيطان وبيقوموا حفلات جماعية وجنسية وقتل الأطفال وأكل لحومهم، وفضلوا يهاجموهم كده لحد القرن الثالث، لحد ما بدأت تختفي تماما حتى في وسط أوروبا. الناس افتكروا خلاص إنها انتهت وراحت ومش هترجع تاني. بس حصل عكس التوقعات. سنة 1966 في أمريكا ظهر واحد اسمه أنطوان ليفي، بدأ يدعو لعبادة الشيطان في أنحاء المدينة، وعمل أخطر شيء، بنى معبد وكنيسة خاصة بعبادة الشيطان، لدرجة أنه وصل عدد عبادة الشيطان لحول العالم أكتر من 500 ألف شخص لحد الآن. وبدأ عدد من الأشخاص بيتسألوا ليه أنطوان، ليه إحنا ما عندناش كتاب ديني زي العبادات الأخرى؟ فعمل لهم كتاب اسمه الإنجيل الأسود، مكتوب في الكتاب ده كل شيء محرم أو بيبعد عن الأخلاق. وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، مش عايزاك تنسى تحط اللايك، ولو أول مرة تتابع قناتي مش عايزاك تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل حكاياتي. طب تعالوا بينا نعرف ايه هي شكل العبادة وايه هي الطقوس اللي بيمارسوها في العبادة. اولا العبادة ديت بيلبسوا فيها ملابس سودة، وبيحطوا على وجههم جماجم، وبيشغلوا موسيقى عالية، وبيفضلوا يتعاطوا في المخدرات وهم بيرقصوا لحد ما يغمى عليهم. بعد ما يفوق بيفعلوا كل شيء محرم. العبادة دي أخدت شكلين، القداس الأسود والشكل القداس الأحمر. القداس الأسود ده هو عبارة عن ديك ريشه أسود بيذبحوه، والدم بتاعه بيحطوه في كيس، كاهن بيشرب منه، وبعدين بيمرر الكيس على كل الموجودين، ويبقى كده بيعملوها كأنها هدية بيقدموها للشيطان. أما القديس الأحمر هو بالظبط نفس الخطوات بتاعة القديس الأسود، بس باختلاف طريقة واحدة. بيجيبوا طفل صغير لسه ما بلغش أو ناتج عن زنا، وبيذبحوه وبيشربوا دمه، وبكده بانهم بيقدموا هدية لقربانا للشيطان. وعشان هم موجودين في اماكن متفرقة اخترعوا اشارات عشان يعرفوا بعضهم، زي مثلا الرسومات على الجسم اللي هي الرسومات اللي بتشبه الشيطان، او الاشارات بتاعة شعار قرون الاشعار اللي بيعملوها بصوابعهم عشان يعرفوا بعضهم. اما بقى دخولها مصر ازاي؟ اما دخولها مصر هي اساسا كانت موجودة منذ قدماء المصريين. طب ازاي؟ كان عندهم إله الشر اسمه سيت، كانوا بيقدموا له بعض القرابين عشان يتجنبوا شره، بس ما كانوش بيعبدوه خالص. سنة 1997 ظهر كده مجموعة من الشباب وأخدوا بعضهم وطلعوا على قصر البارون، وعملوا هناك حفلة من حفلاتهم بتاعة الشيطان. الناس اللي حاولوهم انزعجوا وخافوا، اتصلوا على طول بالشرطة. الحكومة أخدتهم وحكمت عليهم، وبقت قضية رأي عام،
وبدأت من ساعتها الحكومة قعدت تهاجمهم واحدة واحدة لحد ما تجنبتهم وقضت عليهم تماما. والدول برضو العربية عملت الحكومة بتاعتها زي مصر بالظبط. بس بعض الأقاويل بتقول إنها لسه موجودة، بس هو موجود بعدد قليل جدا، وبيمارسوا الطقوس بتاعتهم دوت بس في الدرة من غير ما حد يعرف. فالله أعلم، وربنا يستر علينا وعلى الأجيال القادمة. وأشوفكم على خير، مع السلامة.